عزيزي المشاهد، أهلا وسهلا بيك في حلقة جديدة من برنامج سورة التقوى. وبنعمة ربنا في هذه الحلقة سنتناول شخصية عخان ابن كرمي اللي وردت قصته في سفر يشوع أصحاح 6 و7. تعال معي أخي المشاهد نقرأ بعض الكلمات التي قيلت عن عخان ابن كرمي من سفر يشوع أصحاح 7. تقول كلمة الله: وخان بنو إسرائيل خيانة في الحرام، فأخذ عخان ابن كرمي ابن زبدي ابن زارح من سبط يهوذا من الحرام، فحمي غضب الرب على بني إسرائيل. القصة طويلة في هذا الأصحاح، لكن الخلاصة بتاعتها أنه عخان ابن كرمي سمع الوصية اللي الرب قالها لكل الشعب في أصحاح 6: وأما أنتم فاحترزوا من الحرام لئلا تحرموا وتأخذوا من الحرام وتجعلوا محلة إسرائيل محرمة وتكدروها. عخان سمع الوصية دي زي كل الشعب اللي سمعوا نفس الوصية، لكن لما دخلوا مدينة أريحة والرب أعطاهم النصر على مدينة أريحة، إيه اللي حصل مع عخان؟ عخان شاف رداء شنعاري نفيس، يعني رداء من شنعار غالي، و200 شاقل فضة ولسان ذهب وزنه 50 شاقل. وأول ما شافهم اشتهاهم وأخدهم وطمرهم تحت الخيمة. وبعد كده دخل شعب الله يحارب بلد صغيرة اسمها عاي، وكانت المفاجأة ان الشعب اتغلب امام عاي، رغم ان عاي كانت بلد صغيرة جدا، لكن الشعب اتغلب امام عاي. يشوع صرخ للرب وبكى عشان يقول للرب: ليه كده يا رب سمحت بكده؟ راح الرب قال له: في وسطك حرام يا إسرائيل. ايه الحرام اللي كان حاصل؟ انه عخان ده ما سمعش الوصية، وفي امور اخدها واشتهاها لنفسه، وكان بسبب كده الشعب كله اتهزم امام عاي. وانطلاقا من هذه القصة وهذه الشخصية، عايز احط قدامك اخويا المشاهد فكرتين، الفكرتين اللي احنا ماشيين بيهم خلال البرنامج كله. الفكرة الاولى هي مظهر التقوى في حياة عخان، والفكرة الثانية مظهر الشر. اولا مظهر التقوى. عخان من سبط يهوذا، وسبط يهوذا كما نعلم جميعا انه سبط الملك، يعني يمثل شخص من افضل عائلة، شخص من افضل الاوساط الاجتماعية. مش بس كده، لكن عخان كمان سمع الوصية بودنه، سمع الوصية اللي الرب فيها قال للشعب: وأما أنتم فاحترزوا من الحرام لئلا تحرموا وتأخذوا من الحرام. سمع الكلام لكن بكل أسف لم ينفذه. بشوف في عخان صورة لشخص مسيحي بالاسم. الشخص ده من أفضل الطبقات والأوساط الكنسية والاجتماعية، وشخص سمع كلام ربنا، لكن بكل أسف تعال شوف فين مظهر الشر الكامن في قلب عخان. يقول هو بنفسه في أصحاح 7 وفي عدد 21: رأيت في الغنيمة رداء شنعاريا نفيسا و200 شاقل فضة ولسان ذهب وزنه 50 شاقلا، فاشتهيتها وأخذتها. لاحظ يا أخي المشاهد هذه الكلمات الهامة، كلمة رأيت واشتهيت وأخذت. وفكر معي في هذه الثلاثية: رأيت واشتهيت وأخذت، هي نفسها الخطوات التي أسقطت الإنسان في الخطية في أصحاح 3 من سفر التكوين. إيه اللي حصل مع أبونا آدم وأمنا حواء؟ إنهم رأوا الشجرة شهية وبهية، وبعد ما شافها آدم وحواء، أمنا حواء اللي الشيطان اتكلم معاها اشتهتها، ولما اشتهتها أخذت منها. مش بس كده، لكن كمان أعطت رجلها معها أيضا فأكل. ودي بشوف فيها صورة لخطوات الخطية. الخطية تبدأ بالنظر، رأيت،
وبعد النظر القلب يتحرك بالشهوة، اشتهيت، والنتيجة الحتمية للنظرة وشهوة القلب الأخذ، يقول فأخذتها. وبعد ما عمل كده عخان أخذ الحاجات دي وطمرها تحت الخيمة، تحت البطمة اللي عنده في الخيمة. ودي بشوف فيها صورة لشخص متدين. يعني ايه شخص متدين؟ في ناس بتظن أن الشخص المتدين هو الشخص بتاع ربنا، الشخص اللي دايما في الكنيسة ودايما بيسمع كلمة ربنا ودايما عامل بكلام الإنجيل. لا يا أخي المشاهد، المتدين حقيقة هو شخص يأخذ الدين ستار. المتدين هو شخص يحافظ على صورة الدين دون جوهره. المتدين هو شخص يحافظ على منظره أمام الناس، ينفذ كلام الدين بصفة عامة، لكن في الحقيقة دون تغيير ودون محبة حقيقية من داخله للرب. وده اللي بنشوفه في شخصية عخان ابن كرمي. عخان من أحسن سبط، عخان سمع الوصية، لكن عخان خان، عخان خان ولم ينفذ كلام الله، واشتهى ما لا يحق له. الأمور اللي جمعوها من أريحة كان المفروض تروح لبيت الرب، لكن هو اشتهاها وأخذها لنفسه، وكانت نتيجته نتيجة مأساوية، نهاية مأساوية لشخصية عخان بن كرمي. للأسف الشديد اسمع ماذا قال الكتاب عن شخصية عخان. فأخذ يشوع عخان بن زارح والفضة والرداء ولسان الذهب وبنيه وبناته وبقره وحميره وغنمه وخيمته وكل ما له وجميع إسرائيل معه، وصعدوا بهم إلى وادي عخور. فقال يشوع كيف كدرتنا، يكدرك الرب في هذا اليوم. اسمع ماذا كانت نهاية عخان. فرجمه جميع إسرائيل بالحجارة وأحرقوهم بالنار ورموهم بالحجارة وأقاموا فوقه رجمة حجارة عظيمة إلى هذا اليوم. يا خسارة، يا خسارة على عخان اللي المفروض يعيش أحسن عيشة، لأنه من أرقى ومن أحسن سبط وسبط الملك. يا خسارة تكون نهايته نهاية مأساوية لأنه لم ينفذ وصية الرب. وبشوف يا أخويا المشاهد في شخصية عخان واحد بيروح الكنيسة وبيسمع كلام ربنا دون تنفيذ. حلو انك تسمع كلام الرب، بس الأحلى من انك تسمع كلام الرب انك تعيش كلام الرب. عيش الكلمة، طبق الكلام. لما ربنا يقول لك يا ابن اعطيني قلبك، ما تفرحش بسماع الآية فقط، لكن فعلا تعالى واعطي للرب قلبك. حلو انك تسمع كلام ربنا، لكن مهم انك بعد ما تسمع تنفذ الكلام وتطبق الكلام. في نهاية حلقتنا أخي المشاهد بفكرك انه التدين مش هو الشيء اللي الرب عايزه، او مش هو الحاجات اللي الرب بيفرح بيها. لا، التدين معناه انك تأخذ الدين ستار للعديد من الخطايا كما فعل عخان. من يصدق انه عخان يخون الرب ولا يقبل كلام الرب؟ ولغاية النهاردة ناس كتير زي عخان. أخي المشاهد، يمكن حضرتك بتحب الدين وبتحب تسمع كلام ربنا، حضرتك من مكان مهم ومن عيلة كبيرة ويمكن من عائلة خدام، وده شيء كويس ربنا يباركك لأجله. لكن بلفت انتباهك، وده غرض البرنامج ده، بلفت انتباهك ان ربنا مش عايز تدين، مش عايز قشرة من بره، مش عايز صورة التقوى، لكن عاوز حقيقة التقوى. ربنا عايزك تعيش للرب من كل القلب. ربنا عايزك تجيله بتوبة حقيقية. ربنا عايزك تجيله بكل اتضاع وبكل انكسار، وتعترف له بكل خطية عشان يغيرك، ينزع من داخلك أي عبودية للخطية، يحررك من كل قيد قيدك به إبليس، يخليك إنسان حر في المسيح. وتختبر هذا القول المبارك: إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا.
أخي الحبيب، رسالة الرب لك في هذه الحلقة أن تراجع حساباتك. راجع حساباتك وراجع نفسك. أنا بحيي فيك جدا إنك أنت بتحب ربنا وبتحب تسمع كلامه، لكن يا أخي الغالي مش بس تسمع الكلام، لكن يجب أن تتوب عن الخطية. يجب أن تعترف للرب بكل خطية وتسلم له قلبك كيما تختبر الحياة الجديدة، تختبر الولادة من الله، الولادة من فوق. لو كنت شاعر إن ربنا بيكلمك أنت مخصوص في الحلقة دي، أرجوك قبل ما الحلقة تنتهي أرجوك راجع نفسك وارفع قلبك للرب واطلب ربنا من كل قلبك عشان تختبر التغيير الحقيقي. وإلى اللقاء في حلقة أخرى والرب معك.